خطيبي اشترى حتة أرض كبيرة ومش قالي حاجة عنها، وعرفنا بالصدفة من عمي، ولما واجهته وعاتبته إني المفروض أعرف حاجة زي كده رد عليا وقالي متتدخليش في اللي ملكيش فيه. قلتله لا هتدخل عشان ده من حقي أطمن على مستقبلي ومستقبل عيالي. رد فعله بقى إن هو قفل السكة في وشي. وبعدها بفترة لقيت أمي داخلة عليا الأوضة بتعيط وبتشتمني وتزعقلي، وضاعت عليا كمان عشانه، وقالت لي خطيبك بعت عايز حاجته كلها. وحصل فعلا واتبعت له كل حاجة تخصه، ومن ساعتها وأنا مصدومة ومش قادرة أتخطى أو أستوعب اللي حصل. بقالي أسبوعين مش بنام. هو كان مستني ايه؟ هو فعلا حبني نساني كده بالسرعة دي، ولا أنا غلطتي إن أنا خفت على مستقبلي ومستقبل عيالي؟ وهل أتكلم معاه؟ وهل ينفع برضو إن أنا أكلمه وأقوله نرجع، ولا كرامتي أهم؟ ما تنسوش تقولوا لها تعمل ايه في التعليقات، وتعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين.